رسالة وداع من مؤمن زكريا بعد احرازه للهدف ان هو فضل يعمل للناس كده، هل تعتبرها رسالة وداع؟ لان انا مش عارف رسميا ولا لا، ولكن اعتقد ان يعني برضو عشان احنا هنا في قناة النادي الاهلي فما ينفعش نتكلم في حاجات احنا عارفينها بدون ما تكون رسميا، ولكن هل تعتبرها رسالة وداع من مؤمن زكريا؟ هو يمكن بقى عنده الجرين لاين ان هو يقدر يبلغ الرسالة دي في وسط الناس او يقول للناس هتوحشوني، واحنا بنفرح لاي حد بيبقى ليه شغل احترافي بره مصر، بيشرفنا بره مصر وبتزيد الخبرة وبتزيد الامكانيات داخل مصر. انما احنا كلنا بنحب مؤمن زكريا ان كان موجود عندنا او في اي حتة تانية، هي لعيب كويس جدا. ان شاء الله بس يتوج مؤمن زكريا ويكون معانا في المنتخب كمان. نعم. اداء بيطلع وتصاعدي، احنا مش عايزين اي حاجه من كل لعيب. ما هي اللقطه دي يا كابتن هي بس عشان برضو ناس كتيره بعتت لي بتسالني على دي لقطه ابو تريكه يوم ما اعتزل يعني. لا بس هو مش هيعتزل، نازل وعامل ايده كده يوم ما كان بيعتزل خلاص. لا بس دي مش اعتزال، دي انتقال يعني انتقال. يعني بيقول لهم انا هسيبكم 6 شهور وارجع لكم تاني يعني مثلا. بالتوفيق بكل الحب مثلا يعني يا جماعه انا بقول مثلا انا ما قلتش حاجه رسمي. لا بالتوفيق لو كان ده زي ما انت بتقول كده او هو المشاور اللي عملها، انا اللي بقول هو اللي ارسل الرساله دي بالتوفيق. احنا زي ما بنقول النادي الاهلي دايما هو اللي بيفرغ كل اللعيبه طبعا، بيودي اللعيبه، بيحضن كل الناس، بيعمل ابجريد لكل الناس، فبنشكره على المجهود اللي هو كان معانا فيه. لو كان فعلا الكلام ده حقيقي، دي كلام بتاع اجهزه فنيه وبتاع مجالس اداره، احنا كل اللي بنتمناه لكل اللاعبين الحقيقه ان نشوفهم في اعلى حته موجوده. نعم. في وقت من الاوقات على فكره كابتن ربيع حصل نفس الكلام مع كابتن وائل جمعه لو تتذكر، نفس الكلام برضو، راح قعد 6 شهور قطر في اعتقد في قطر في احد الانديه القطريه ورجع تاني. فاعتقد ان هي قد تكون ضغطه يعني، او اتفضل يا مؤمن برضو اجتهادا ليك او شكر ليك ان انت هتسافر 6 شهور دول لو تم هذا الموضوع بنجاح. بص يا كابتن، مجلس اداره النادي الاهلي بصراحه ما بيوقفش نعم. رغبه اي لعيب في ان هو يقدر يعمل نفسه كويس. اللعيب اللي بجد النادي الاهلي بيسعد الجمهور، بيخلص تماما. اللعيب المؤدب المحترم اللي بيتعاون دايما وعارف معنى انه بيمثل كيان كبير جدا، الجمهور بيحترمه والاداره بتحترمه وبتوفر له. طب هنرجع بعد كده للكلام ده يا كابتن، بس يعني يعني لو السقا وجه ولعبته هتعمل فيه ايه؟ الله هيعرف يرقصك من ناحيه الشمال؟ لا مش هيقدر. خلي بالك هو بيلعب وينج رايت. لا يقدر على الفن، ما يقدرش على خلي بالك. هو في الفن انه تعظيم سلام دي، انما في الكوره احنا بقى الاصل في الكوره. هو كابتن شريف لو انا مش انا قاعد جنبه برضه ما فيش تعظيم سلام للفن هنا. لا انا بقول هو في الفن يعني دي موهبته، هو الساعه يفرق كتير طبعا، انما في الكوره دي موهبتي. يا نجم ازيك يا نجم يا استاذ احمد؟ وحشنا جدا جدا جدا، ويعني دايما متألق الحقيقه ودايما متابع جيد لكل حدث رياضي. عايز تقول لنا ايه يا نجم في هذا الحدث؟ الو. طيب هاتوه لنا تاني. هو السقا دايما مجامل وفي كل المواقع وموجود، وتلاقيه حباب كده وما نعرفش هويته زملكاوي ولا اهلاوي ولا ايه بالظبط. انا اللي اعرفه انه بيسوق وبيركب خيل يا كابتن ربيع احسن ما احنا كنا بنلعب كوره. لا وخلي بال حضرتك يعني انا السقا قريب منه، هو صديق يعني صديق شخصي من الناس اللي تعتمد عليهم، مش الناس اللي هم يعني ازيك ازاي يعني، لا من الناس اللي تعتمد عليهم. عندك مشكله راجل وجدع جدا. انا ما اعرفش هو اهلاوي ولا زملكاوي، مش هقول يعني. نجم موروث يعني، هو وارث طبعا الجدعنه والفروسيه وكل حاجه الحقيقه. نعم. هو في جميع المجالات هو صديق وحباب لكل الدنيا طبعا، عشان كده هو احمد السقا والناس بتحبه، واحنا مستنيينك يا سقا بقى عشان نشوف هتعمل ايه مع ربيع ياسين. طيب التليفون رجع، خلينا ناخد النجم الكبير احمد السقا. ازيك يا نجم؟ ازيك يا كابتن كابتن شريف، كابتن ربيع، ازي حضراتكم؟ حبيبي منورين الشاشه ما شاء الله، لا قوه الا بالله، حاجه تفرح. الله اكبر ما شاء الله. الله يخليك. يعني سعداء بان احنا نسمع صوتك الحقيقه في هذا الظرف الرائع الحقيقه وهذه الاحتفاليه. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، يعني احمد السقا واحد من الناس القريبه جدا من قلب كل المصريين، فيكون ان هو يكون معانا النهارده اعتقد ان ده يعني سعداء جدا بهذا الشرف ان هو يكون معانا النهارده. نجم الكبير احمد السقا، شفت الماتش ازاي يا كابتن احمد؟
اولا بشكر حضرتك كابتن اسلام على كلامك البديع ده، بعيدا عن العلاقه الانسانيه، ربنا يعلم ان في دروب في دروب. انا طبعا باشرف ان انا مع حضرتك على قناه الاهلي على الهواء دلوقتي. ربنا يخليك. انا شايف الاحتفاليه ازاي، اسمح لي، انت عارف طبعا ب 20 سنه قديمه انا بيبقى ليا شويه مصطلحات كده انت بتستغربها وتجيب. انا شايف انها احتفاليه في منتهى الذكاء، لانها احتفاليه تخص مصر في المقام الاول، تخص المنطقه العربيه في المقام الاول، تخص ظروف اللي بتمر بيها قد تكون ظروف يعني فيها شويه شجن او حزن والى اخره. الناس اللي كانت قاعده في المدرجات دي كلها النهارده ده مش موجود اهلي، كلنا كنا قاعدين، اهلي وزمالك واسماعيلي واللي جاي من السعوديه واللي جاي يعني صاحب هذا الاقتراح وصاحب هذه الاحتفاليه بجد، او المسؤولين او القائمين بجد، احتفاليه في منتهى الذكاء وتصدير رساله. خط قطع ولا ايه؟ خط قطع. السقه معانا يا جماعه ولا الخط قطع؟ فصل. طب حاولوا تجيبوه لنا تاني، لان يعني زي ما قلت لحضراتكم السقه من الرياضيين يعني دايما. ده كلام مهم جدا كمان. نعم. هي جمع الشمل كله مع بعض، وجمع الرياضه وجمع العرب وجمع الدنيا كلها في كلمتين. والحمد لله مصر دايما سبقها ان هي ليها الوجود. نعم. وليها التجمع ده كله، وبنشكر فعلا كل الناس اللي كانوا قائمين على هذا اليوم، وان شاء الله تبقى خربشه تروح بقى والدنيا ترجع تاني يا رب ان شاء الله. لا دايما سنعاني، دايما كل البلاد بتعاني من الارهاب، وكل البلاد يا كابتن ربيع بتعاني. طيب رجع لنا مره اخرى الاستاذ الكبير النجم الكبير احمد السقا، اتفضل يا احمد. عموما انا بس بشكر القائمين على الاحتفاليه، لان اللي حصل النهارده انا بسميها احتفاليه ذكيه، احتفاليه بجد. حضرتك من شويه كابتن اسلام كنت بتقول شوفوا منظر المدرجات وهو فاضي، الدوري بيتلعب كده، ما هو نفس الجمهور اللي بيقعد. واعتقد يعني احتفاليه والثانيه والثالثه زي دي حضرتك هنرجع عادي جدا 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 جدا. احنا شعب بنحب بعض، وشعب بنحب الكوره، ولو معليش بيها كلمه الاهلي والزمالك. حضرتك كابتن اسلام مدرك انا اعني بيها ايه؟ اللي احنا بنشوفه النهارده ده مش ده مصر بتلعب، زي ما شفنا مثلا مصر وهي بتلعب كان في فوق 100,000 واحد. اللي حصل النهارده ده انا بتوجه بالشكر للقائمين عليه، لانها احتفاليه جدا جدا ورساله في منتهى الذكاء للعالم. والماتش ما كانش بجد، الماتش ما كانش هزار، الماتش كان بجد، الماتش كان فيه لعب بجد، كان فيه اسماء بتلعب بجد، مجموعه اللعيبه اللي كانوا ضيوف شرف على الماتش لعبوا بجد، ريال مدريد لعبوا بجد. حضراتكم بدليل ان حضراتكم يعني مستفيدين في التحليل، يعني كان في تكنيك وكان في تكتيك وفي شغل حاصل على ارض الملعب. انا فرحان مش قادر يعني اعبر عن فرحتي. حضرتك بص منظر الجمهور على الشاشه عامل ازاي. هتلاقي اللي رفع علم الاهلي واللي رفع علم الزمالك واللي رفع علم الاسماعيلي واللي جاي في السعوديه واللي احتفاليه في منتهى الذكاء. ارجو انها تكون ارهاصه لعوده لم شمل الجمهور المصري تاني ان شاء الله في المدرجات، لان حاجات بسيطه جدا بتجمعنا، ابسطها واجملها وصعوبتها في سهولتها هي الكوره من الحاجات اللي جمعتنا، اللي ما خلتش فيه اختلاف في ايديولوجيات، اللي ما خلتش فيه اختلاف في فكر. احنا كلنا تحت رايه مصر بنتجمع. فالنهارده الاهلي كان بيمثل مصر، ومش بيمثل مصر بس، ده كان بيمثل مصر وبيمثل دول عربيه اخرى. اشكركم على هذه الاحتفاليه الذكيه، ونشكر اللعيبه اللي ادوا في الملعب اداء مشرف جدا جدا جدا. بس اقول له صالح يخلص الكوره بسرعه من غير ما النبي ولا يتحرك، بس يطلع الكوره بسرعه من غير ما. انا اللي بشكرك جدا يا سقا، ولكن قبل ما اقفل معاك قول لي يعني تتمنى برضو تشوف مين في احتفاليه قريبه، مين فريق يعني بيلعب في العالم كله تتمنى تشوفه ان هو بيلعب النادي الاهلي خلال الفتره القادمه؟ خلال السنه لو هتكلم الاهلي لعب كل الفرق، الاهلي لعب مدريد ولعب برشلونه ولعب اياكس امستردام ولعب اتلتيكو مدريد. نفسي اقول لك نفسي في ايه بصراحه، بس هو حلو وما تستغربوش وحلو متواضع. انا نفسي في ماتش ودي رسمي، ما اعرفش يتحط ماتش ودي رسمي، ما اعرفش يصاغ ازاي او يتحط له صياغه ازاي ما بين الاهلي والزمالك بجمهور خارج اطار الدوري وخارج اطار الكاس، وداخل هذا الماتش يروح بقى لاعمال خيريه، يروح لصالح شهداء، يروح لصالح ناس ضحت بنبقى فينا ماتش اهلي وزمالك بجد، بس خارج الاطار الرسمي، بس جوه الملعب هيبقى بجد. ساعتها اقدر اقول لك في حاجات كتير هتتغير. فكره قد تبدو بسيطه وقد تبدو ساذجه، ولكنها والله صدقني ممكن تحقق كتير.
ان شاء الله. اشكرك يا سقا على وجودك معانا، والحقيقه دايما انا ببقى سعيد بصفه شخصيه ان يبقى معانا نجم كبير زي احمد السقا الحقيقه، ودايما له اراء ودايما له كلمات كده بتظل دايما محفوره في قلوب كل المصريين، يظل دايما نجم كبير. ها ما اتفقناش على الماتش بعد البتاع نكلمه على طول. اسلام هيجيبوا لك يوم الثلاث ان شاء الله حضرتك تستعجل على ايه؟ على طول. اشكرك يا نجم يا كبير، ودايما الحقيقه كلماتك بتبقى دايما تظل دائما في قلوب كل المصريين. اشكرك نجم الكبير احمد السقا. دي الاحتفاليه دي كاس العالم برضه يا اسلام يعني. طيب يا كابتن ربيع، كنا بنتكلم لسه على موضوع مؤمن ويعني كلام، او حضرتك ممكن تكمل بقى بقيه كلامك. فهو طبعا النادي الاهلي ما بيقفش رغبه اي ابن من ابنائه المخلصين المحترمين ان هم وقفوا واشتغلوا واجتهدوا وفرحوا الجمهور وعملوا اضافات وعملوا جوانب ايجابيه كبيره جدا في عدد مرات الفوز والبطولات. فلما اللعيب بيبقى يحب ان هو يامن مستقبله وبيجي له عرض ويبقى مستريح ان يخرج له، والدليل ان والدوري شغال، حجازي خرج، والدوري شغال، تريزيجيه خرج، والدوري شغال، رمضان صبحي خرج، والاهلي الحمد لله ما بيخافش على حد. مؤمن زكريا جدير بالاحترام، لعيب كبير جدا، نجم ادى، اسعدنا كتير جدا. ان شاء الله لو حصل يا كابتن اسلام كابتن شريف نتمنى كل التوفيق والنجاح باذن الله تعالى. انا اتمنى برضو ان انا اسمع صوت عماد متعب يا جماعه. انا بحاول تجيب لنا عماد متعب برضو قبل ما نقفل هذه الحلقه، لان انا نفسي اسمع الحقيقه صوت عماد متعب